تدعو الله كثيرا ولا تجد الإجابة لدعائك. سؤال يسأله الكثير منا: لماذا يؤخر الله الإجابة؟ يؤخر الله سبحانه وتعالى الإجابة لأن الله يعلم ما في قلبك ويعلم ما هو الخير لك، فيؤخر الإجابة ليختبر صدقك ويطهر قلبك ويريك أن الإجابة ليست دائما في المنح، بل أحيانا في المنع الذي ينقذك دون أن تشعر. كم من دعاء تأخر فكان التأخير هو الرحمة بعينها، وكم من أمنية لم تتحقق لأنها كانت ستبعدك عن طريق الله. الله سبحانه وتعالى يسمعك من أول لحظة، لكنه يمهلك حتى تنضج وحتى تقترب وحتى تتعلم أن الرجوع إليه أهم من تحقيق الأمنية. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى قد ينساك، هو فقط يرتب لك ما هو أنسب لقلبك ولحياتك ولآخرتك. فالتأخير ليس حرمانا، بل إعداد لنعمة تليق بك. فحين يتأخر الفرج لا تقل يا رب تأخر الفرج، بل قل يا ربي أنا أعلم جيدا أنك تدبر لي الخير في الوقت الذي تختاره لي، لا في الوقت الذي أختاره أنا. وثق تماما أن الله سبحانه وتعالى لا يؤخر الإجابة إلا ليمنحك ما هو أعظم منها: راحة في القلب وسكينة في الروح وطمأنينة لا تزول. فدائما قل اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير.